يا مساء الفل على كل اللي بيشوفوني، والنهارده هنعمل أكلة آخر الشهر كده. الأكلة دي كده إن شاء الله بإذن الله مش هتكلفنا أكتر من 50 جنيه، وبالتفاصيل كلها. أول حاجة كده هنجيب نص كيلو من البامية نحطهم في مية بتغلي، وطبعا نكون مقمعينها ومقطعينها كده من النص، وهنحط عليها كمان كده رشة من الكربونات وهي بتتغلي علشان ما تغمقش مننا وخضرها يفضل محافظ على لونه. وهنا هنجيب كده في الخلاط بتاعنا هنحط كده طماطميتين تلاتة، على فلفلتين حمرا، على فلفله خضراء لو موجود عندك، الفلفله الدبلانه اللي موجوده في درج التلاجة دي طلعيها، وهنحط عليها شويه ميه وهنضرب الكلام الجميل ده كله في الخلاط يست الكل. وبكده هنكون عملنا الصلصه بتاعتنا باسرع طريقه. عايزه اقول لكم يعني دي الصلصه كده بتبقى طعمها واو بجد. هنجيب بقى الحله القمر بتاعتنا نحط فيها كده بصلايه متقطعه كده قطع صغيره، وهنحط عليها كده معلقه من الزبدة بقى، سمنة، زيت المتاح، وهننزل عليها بالبامية وهي سخنة كده ملهلبة، وهنقلب كل الكلام الجميل ده كده مع بعضه زي ما انتوا شايفين. عايزة اقول لكم ان هي الاكلة دي والله بجد تحفة جدا جدا، وحاجة واو. وممكن بقى نسلق البامية ونفرزها يعني نخزنها بالطريقة دي، مش لازم يعني ان احنا نعملها على طول، ممكن نسلقها وايه نسيبها تبرد ونفرزنها على طول. هنا بقى حطيت الصلصة وحطيت عليها ملح وحطيت كمان كمون، وحطيت عليها كمان شوية من البابريكا وشوية من الكزبرة، وبحط كمان شوية من الفلفل الأسود، وكمان بحط شوية من بهارات الكفتة. عايزة أقول لكم إن بتنقل طعم البامية دي في حتة تانية. وحطينا طبعا كزبرة، أنا بحبها بالكزبرة جدا، وكمان حطيت شوية من آه، بهارات 7 بهارات عندي كده، بهارات كنت عاملاها ابقى انزل لكم الوصفه اللي انا عاملاها بيها. البهارات دي تحفه تحفه، بحطها على اي حاجه بتنقلها بجد. فكده قلبنا كل الكلام الجميل ده مع بعض. وعايزه اقول لكم نسيت اقول لكم ان حطيت كمان سكر علشان ما تكونش حاميه قوي. وبعد ما اتسبكت معانا وبقت قمر زي ما انتم شايفين كده، بنعصر عليها كده ليمونه حلوه كده زيها، وبنبدا ان احنا ناكلها. في المرحله دي بقى انتي وراحتك، تاكليها برز، تاكليها بعيش، فده يرجع لك. وفي الحالتين وبالطريقتين بتكون لذيذة جدا وجميلة جدا. مش لازم في كل أكل يكون موجود معاه بروتين، أحيانا بيكون الخضار لوحده كويس جدا وممتع جدا في أكله. عايزة أقول لكم إن البامية كانت عندي ب60 جنيه، فقولوا لي كانت يعني جبت نص كيلو ب30. والطماطم هنقول مثلا جبنا نص كيلو طماطم على مثلا ربع كيلو فلفل وبصلاية، كله هيخش له في 20 جنيه وأقل كمان. وكمان لو هنقول هنجيب كيس عيش هيبقى كده كمان 20 جنيه، يبقى كده الوصفة دي ب50 جنيه شاكب راكب. وأكلة آخر الشهر، وبجد حلوة جدا وطعمة جدا ولذيذة.